بما اني تحدثت عن صلة الارحام، وكان بعد البث بيتكلم ان اختنا الكريمة من الجزائر زوجي بيعمل لي مشاكل، عايز يمنع عائلتي من زياراتي، اعمل ايه؟ اولا موضوع صلة الارحام كبير جدا، وخلينا متفقين ان الرجل حاجة والامرأة حاجة، وهقول لك ليه وهقول لك ليه. اولا انت لو عايزه الرد قولي له حاضر، هيقول لك ما تجيبيش اهلك عشان كذا وكذا وما يدخلوش عندي ومش هستقبلهم، وبدل ما يتلوه في وشهم او يقول كلام يصغرك ومشكله كبيره تحصل في الموضوع ده، قولي له حاضر اللي انت شايفه. بس صله الرحم ذنب كبير جدا، فالذنب ده انت اللي هتشيله. قد انك تشيله وتستحمله هيقولك قده، يشيله هو. وصدقيني كلمة حاضر دي هتخليه من جواه، حتى لو هو قدامك ايه، فيه رعشة ورعب من لقاء الله. ومش هتهوني عليه، مش هتهوني عليه تقعدي يوم واثنين وثلاثة واسبوع واثنين وعشرة، ويجي عليه سنة كاملة، ويجي عليه رمضان ويلاقي نفسه قد الذنب ده. تاني حاجة، لما بيكون زوج والزوج ده اخواته واكلين حقه، راجل واكلين حقه ونهبينه وعين عليه بالظلم ومغتصبين كل حاجة عنده ومشاكل مع زوجته، الوقت ده بيبقى عنده شعور كبير جدا من جواه بالظلم واخد الحق، وحاسس الناس دي عندهم جبروت عالي، ودول من صلة رحمه. يعني اول حاجة عقاب بيجي للقاطعين صلة الارحام هو ضعف البنية، تلاقي صحتك ضعفت. 2، تلاقي الرزق عندك تفضل تقول معمول لي اسحار مش اسحار، لا، هو الرزق مقطوع بسبب صلة الرحم. بتقرأ قرآن وما فيش تيسير والاعمال تسيبها بسبب صلة الرحم. فتقول في الوقت ده يا رب على قدر وجعتي انا عفوت عنهم لاجل خاطرك، ومدد بلا عدد يا قلوب واعفوا. وخليك دايما قصاد اللي ظلمك، ما تختفيش، اتعلم تواجه، واتعلم تبقى قصاد اللي مغتصب حقك وحاسس ان هو حق، لان انت كده بتعالجه من الطمع. هو طول ما هو بيشوفك وظلمك هيفضل يتوجع لغايه ما ضميره في يوم من الايام يصحى ويديك حقك، وان ما ادكش حقه يبقى توجع بما فيه الكفايه غير مقابله الله. واهم حاجه انك